أهلًا وسهلًا أخت سارة، أهلًا وسهلًا مشاهدينا الكرام. بالنسبة للإيجابية كنظن بأنه بقى على المستوى ديالو اللي كان به في البطولة الوطنية، وكان حتى المنتخب الأولمبي، وما اهم. شاء الله عليه يعني كيقدم مستويات رائعة في الدوري الاسكتلندي، وهذا ما جاش من فراغ، جا من عمل تيقوم به اللاعب يعني يوميًا. كنظن بأنه الدوري الاحترافي الاسكتلندي خاص الإنسان يستعد ليه يعني بما فيه الكفاية. كنظن بأن إيجامان كيستحق هذا التميز هذا اللي متميز به في الدوري الاسكتلندي، والكل يعني اسكتلندا كيتكلم على المهاجم المغربي وعلى صغر السن ديالو، وكنظن بانه الوحيد اللي مفتخر بهذا المجيء ديال اللاعب ايغامان الدوري الاسكتلندي هو المدرب ديالو، لانه هو اللي كان وقع الاختيار ديالو على اللاعب. ومع العلم بان كانت معارضه شديده على اللاعب في الوقت الاول ملي جا الدوري الاسكتلندي، ولكن حاليا الكل كيتكلم على الهداف الصاعد اللي هو ايغامان. وكنظن بان ايغامان حتى الطريق الجيش كان متميز، كان لاعب المستوى كيأدي بمستوى عالي في صحبه المنتخب الوطني، وحاليا كيدق يعني الابواب ديال المنتخب الوطني الاول، ويعني يعني بجديه. كنظن بانه حتى هو يعتبر من بين ابرز المهاجمين اللي كاينين في الدوريات الاوروبيه حاليا، بالاضافه ليوسف النصيري، بالاضافه لايوب الكعبي، بالاضافه صحيح، لاعبين مغاربه كذلك. سنبقى في ذات الفكرة سي نور الدين. هل برأيك المنتخب المغربي سيحتاج لخدماته في قادم المباريات؟ هل سيتناسب مع المجموعة برأيك بوجود عدة أسماء كإبراهيم جاز والكعبي والنصيري بالإضافة إلى رحيمي كذلك؟ وشوف، هو الباب ديال المنتخب يعني مفتوح لاي لاعب كيبرز في الدوريات القويه، وكنظن بان وليد عنده هذه الفكره هذه، بان اي لاعب برز وكيأدي يعني بمستوى عالي، فكنظن بانه ما كنظنش بانه غادي يستغنى على لاعب بحال ايغامان، لانه الباب ديال المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المغاربه المميزين اللي يقدروا يعطيو اضافه للمنتخب الوطني. اي مدرب يعني في العالم غيتمنى انه يجلب الفريق ديالو لاعب بحال ايغامان، في ظل يعني توهج ديال اللاعبين المغاربه حاليا. يعني يوسف النصيري ما شاء الله في الدوري التركي، في الدوري اليوناني كاين كذلك، كاين ايوب الكعبي في الدوري الاماراتي، يعني وفي كاس اسيا كاين رحيمي، ولكن كيبقى ايغامان من المهاجمين يعني المميزين في الدوريات الاوروبيه واللي كيهضر عليهم العالم كامل حاليا. هل سيتناسب فالوجود مع ديالو داخل المجموعة؟ هل سيتأقلم مع المجموعة سي نور الدين؟ غيعطي اضافه، كنظن بانه لاعب كايغامان يقدر يعطي اضافه للمنتخب الوطني، وكيستحق على انه النداء ديالو للمنتخب الوطني. كنظن بانه وليد يعني عارف هذه المساله هذه، واعي بها، والوقت اللي غادي يكون محتاج الايغامان فكنظن انه اول واحد غادي يقوم بالاستدعاء ديالو بالاتصال به هو وليد الركراكي. ربما سي نور الدين، هل تألق إيغامان سيفرض على الركراكي استدعائه للمنتخب في قادم المباريات؟ اي لاعب كيأدي بمستوى عالي بحال ايغامان في الدوري الاسكتلندي، وما نساوش بان الدوري الاسكتلندي راه يشابه الدوريات الافريقيه، لانه كيعتمد على البنيه الجسديه، كيعتمد على التلاحمات، كيعتمد على يعني باش يفرض لاعب مهاجم، باش يفرض راسه في وسط مدافعين اقوياء في الدوري الاسكتلندي، فكنظن بانه لاعب كيستحق على انه حتى هو تكون له مكانه في المنتخب الوطني. ماشي كيفرض على وليد، مي وليد واعي بهذه المساله هذا وبالمساله هذه، وهو دائما كيقولها في الخارجات الصحفيه ديالو، كيقول بانه اي لاعب كيأدي بمستوى عالي وجاهز باش انه يعطي اضافه للمنتخب الوطني فمرحبا به في اي وقت.